كمان دي ساسي. يلا يلا روحوا الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه. خلصها خلصها اهو. ستيرلينج اهو. خلصها بقى، خلصها يا ابن يلا يلا. يا رب الماتش يولع بالفريقين والله. يا اهلا وسهلا بيكم في حلقه مهمه جدا، علشان دي هتكون رد فعل على ماتش تشيلسي وماتش السيتي بعد انتصار ارسنال وبعد انتصار ليفربول. فده ماتش مهم جدا هيحدد مسار الدوري بشكل كبير، وانا قلت اعمل ردة فعل لان عندي ثقه النهارده في تشيلسي في المباريات الكبيره مهما كان مستواها بتقف بالند الند. الماتش اللي فات 4-4 امتع ماتش اتلعب في الدوري او اتلعب في الدوريات الخمسه الكبرى عامه. فان شاء الله النهارده قلبا وقالبا مع تشيلسي من كل قلوبنا بجد. يا ابن الهبله تعمل جاكسون بيعمل ايه يا جدعان؟ خلص ضربة جزاء للسيتي. بس ما تتحسبش يعني عادي. لا 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 ورب الكعبة لو ضربة الجزاء بتاعت اكانجي اللي على ديساسي دي اتحسبت تبقى مبيوعة زي ما اخواتنا الاردنيين بيقولوا، تبقى متباعة فعلا. نفسي بجد افهم فريق تشيلسي ده مقدم مباراة عالمية وهو كان الاقرب ان هو يتقدم، ولكن نيكولاس جاكسون عبيط، يعني مهاجم عبيط جدا. يعني انا مبسوط والله وفخور باداء تشيلسي في اول الدقايق، وعندي احساس ان هم ان شاء الله يعملوه ان شاء الله. انا مش متخيل يا جدعان بجد لو السيتي ما كانش باع بالمر لتشيلسي كان اولا شكل تشيلسي هيكون عامل ازاي، وكانت السيتي هتودي فين بجد. لا تتخيل ان هم بيلعبوا دلوقتي الماتش وقاعدين على الدكه جريليتش وقاعدين برناردو سيلفا وقشطه عادي، احنا اقوياء قوي، هننزل الشوط الثاني هنكسر الدنيا. فتخيل بالك معاهم بالمر كمان. عاجبني بصراحه قوي اداء تشيلسي في اول نص ساعه، اداء عالمي. هم الاقرب للجون، متماسكين في ارضيه الملعب، وده اللي بستغرب عليه بوتشينو. يعني يجي في ماتش سهل تلاقيه ملط، يجي في ماتش قوي وعليه الانظار وبنلعب السيتي اوي مقدم اداء صادمني بصراحه. يا عم انا راضي بالتعادل والله العظيم، سيبها تعادل انا راضي، ونجي بقى الانتصار لتشيلسي ده يبقى يوم المنى والله. بصراحه كاسيدو دخله قويه قوي على دوكو، ممكن تتحسب طرد عادي، حكم تغاضى عنها تماما يعني، بس لو حسبها طرد قشطه اللي هو فير. يا ابن اللعيبه يا انزو، يلا يا رحيم، جون ينعلق. يا لهوي ايه يا اسطى الهطل ده يا اسطى؟ ايه الهبل والخرافه دي؟ احيه يا رب يجيبوها جون بقى. ايه يا رحيم يا ستيرلينج ده؟ يا لهوي يا لهوي على سوء الحظ والخرا. ما فيهاش حاجه. 1-0 جيب جون، 1-0 جيب جون واكسب يا عم، وضيع 3 نقط عليهم يا عم. ايه ده بدايات كرة القدم دي ولا ايه؟ ايه القرف والخرا ده يا جدعان؟ دفاع السيتي ملط، دفاع السيتي مفيش. كورتين انفرادات صريحه لجاكسون ورحيم ستيرلينج، اللي مش عارف يستلم كوره، مش بيشوطوا، مش عارفين يستلموا الكوره اصلا. مشكله السيتي ملهاش امان، يعني ممكن في لحظه تلاقي النتيجه 3-0 عادي، ماتش متكافئ. ال3-0 الجون الهيد اللي هيجيبه هالاند ب3. حلوه يا كانشي، عاش يالا يا شلولي اسطوري يالا، عاش يالا الجرينتا دي يالا. بص اقول لك حاجه، خلي تشيلسي تخسر من السيتي الى يوم القيامه. الماتش اللي جمعهم في النهائي كي هافرس نتش جون ونيم ادرسون على بطنه وخد منهم دوري ابطال اوروبا مش هيتعوض ولا هيقدروا يكرروه تاني. خلاص هي تشيلسي في الماتش ده ختمت المواجهات بينها وبين السيتي. كسبي بقى 100,000 ماتش. انا واخد منك نهائي ابطال. رودري صعب قوي يا جدعان، ولا غشيم قوي يعني. ايه ده؟ تقطعش منه كرة يا ابن اللعيبه جاكسون. يلا روحوا الناحيه الثانيه. خلصها اهو. ستيرلينج اهو. خلصها يا ابن يلا يا رحيم كفايه يا رحيم. تشيلسي ايه الحلاوه دي يا ولاد؟ ايه المتعه دي؟ ايه الشكش ده يا ابن اللعيبه؟ رحيم عوض كوره ما تتعوضش بس جامد. فاموس يا ابن اللعيبه يا رحيم. انا قلت هيضيعها يا جدعان، خدها
اوه جاكسون يا لعيب. بالمر يا خرافي. جاكسون يا اسيستر. قول يلا يا رحيم يلا. خد يلا يا رحيم يلا بقى يلا. الله الله بقى يا جدعان بقى. الدوري في الانفيلد ولا ايه؟ الدوري في الانفيلد ولا ايه؟ نيم والكر وحط الار 2 العظيمه. هو ده تشيلسي. هو ده بطل اوروبا من 3 سنين. هو ده فخر لندن. هو وهو وهو وهو. ومين هو يا ولاد اللعيبه؟ عملوها والله تشيبسي. عايش يا رجاله والله. عيط يلا. عايز اشوف الدموع بتاعتك بتنزل يا جوارديولا. الله يا بوتش. الله يا بوتش. كولويل وديساسي عاملين ملحمه دفاعيه. الاثنين اصلا ما كانوش هيلعبوا جنب بعض، ولكن بسبب اصابه تياجو سيلفا واصابه بادياشيل الاثنين بيلعبوا جنب بعض عاملين ثنائيه عظيمه. ما حصلش اي خطوره اصلا من السيتي اطلاقا، وتشيلسي ماسكه الماتش بالطول والعرض. تستحق تطلع 3-0. عاش يا ديساسي يا عظيم. عاش يا ديساسي يا اسطوري. من اين لكم بلاعب مثل ديساسي؟ انه اسطوره فرنسا الاولى والمدافع الافضل على الاطلاق. كمان ديساسي. كمان ديساسي. ديساسي 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 ديساسي. يا لهوي. لهوي ديساسي يا لهوي. ديساسي شايل الكرة من على الخط يا جدعان. مين دي؟ مين دي؟ يا لهوي. جاكسون كان هيجيب جول في نفسه. ديساسي يا اليكس. ديساسي. ديساسي يا عظيم. ديساسي يا كبير. ديساسي يا جيلموندو. ديساسي يا اسطوري. احسن اداء فردي للمدافع اشوف في حياتي. كمون ديساسي. ان شاء الله التاني بقى. التاني بقى اقعد حاطط رجل على رجل. هتلاقيهم حطوا قانون جديد ان لو جابوا جون فيلس هيبقى ب2 ويجيبوا جون يتعادلوا عادي. بس انا فخور والله. انا فخور ان قررت اعمل رد فعل على الماتش ده، حتى لو انتهى بحزني. بس انا فخور ان الماتش ده هنطلع فيه شويه ادرينالين حلوين قوي. ديساسي. ديساسي يا مجنون. من اين لنا بديساسي اخر؟ انا خايف يوم اعتزالك يجي والله. يلا يا اهبل. يلا يا اهبل. يلا يا مجنون. كده ريال مدريد يلا ولا ايه يلا؟ تحط في الرابع. دي تشيلسي العظيمه العريقه. يا ولاد اللعيبه. يا ولاد اللعيبه على الصلابه الدفاعيه. جيم كبير قوي من البوتش. ديساسي. ديساسي. هسمي ابني اليكس ديساسي. اسمه الثنائي اليكس ديساسي مصطفى. راح فين يا جيرمي كوكو؟ جيرمي كوكو. لا نسوان اكي. نسوان اكي الايرلينج هبل، ولكن بجوار القائم. قبل نهايه الشوط الاول بثواني انا حابب من هنا ادي الشابوه للبوتش. اختلفت معاه كتير كمدرب، ولكنه في المباريات الكبيره بيعرف يقرا الماتش كويس. قصاد جوارديولا من 4-5 سنين كان توتنهام بيلعب ضد السيتي وقدر يصعد وقدر يعمل عليه ماتش عالمي. في ماتش الذهاب 4-4 على فرقه زي السيتي، وتشيلسي كان في قمه السوق وقتها. الماتش بتاع النهارده ماسك الماتش وعامل اداء عالمي، وان شاء الله يكمل بالفوز. فتحيه كبيره قوي للعظيم البوتش. يا هلا بالرجاله، اهلا بكم في الشوط الثاني. 45 دقيقه بتفصلنا عن الامل، عن الحلم، عن خساره السيتي على ملعبها 3 نقط. فندعي كده ال 45 دقيقه دول يعدوا على خير. يا رب اقعد ازقز لب طول الحلقه. ما فيش خطوره. ازقزه. يا بالمر. يا لهوي. يلا يا جوستو. يلا يا جوستو. يا لهوي. يا لهوي. ضيعت يا ستيرلينج. يا لعيب يا انزو. انت ضيعت يا ستيرلينج. شيلويل كمل. كمل. يلا جوستو. يا ولاد اللعيبه ايه الماتش ده؟ ايه تشيلسي ده؟ ادرسون النهارده عمل مباراه غير عاديه. انفراد من ستيرلينج دلوقتي خطير قوي بصراحه يعني. تشيلسي عالي العال. يا لهوي يا ديساسي على المتعه. ايه القمر ده؟ رجوله يالا ديساسي يالا. لخص مسيره مارديني في 60 دقيقه. كهرباء قطعت يا جدعان. كهرباء قطعت. ايه الخرا والقرف ده؟
النتانه دي الخرا ده ملعون القرف والله. الحمد لله النور جه يا جدعان، حاجه في قمه القرف يعني. فتحت لقيت الماتش في الدقيقه 77 وهالاند كان هيسجل جون، معرفش ايه الهطل اللي هو بيعمله ده. هالاند النهارده مش فايق خالص، ما جاش. مش متخيل ان بقى 12 دقيقه وتشيلسي خلص الماتش. تشيلسي عامل ملحمه بصراحه النهارده. وانا فاتح الموبايل عرفت ان بالمر خرج ونزل تشالوبا مكانه تقريبا. بس مستغرب التغيير بصراحه. يعني ليه شالوبا بينزل مكان بالمر؟ مش فاهمها. اخاف انا اندم وكلنا نندم يعني. ولكن هانت كلها 12 دقيقه غير متوقعه اطلاقا ان تشيلسي يفوز على السيتي بالمستوى ده وبالاداء ده على ملعب السيتي كمان. قويه قوي. اتنين لعيبه يا شيلويل طلع ارتفاع خارق. 10 دقايق على خساره السيتي على ملعبه ضد تشيلسي اللي بيمر بفتره صعبه في ظل بدء العد تنازلي نهايه الدوري. ماذا اقدر ايرلينج فعلا. رجاله الفانتازي تلاقيها في قمه الزعل دلوقتي. عاجبني قوي الجيم الدفاعي اللي عامله تشيلسي يا جدعان. تشيلسي عامل جيم دفاعي خارق. الاربع لعيبه حرفيا يستاهلوا النهارده ان هم يخرجوا كسبانين. السيتي ما عملتش اللي يخليها تتعادل حتى. كملوها بالله. انا حاسس ان انا يا جدعان في سكريبت، اقسم بالله. نفس السيناريوهات بتتكرر، واللي بيحسم الهدف وبيسجل الهدف وبيرجع السيتي في الماتش هو رودري. الكوره دي سكريبت ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شالوبا هدف في نفسه. خرا. بتنزله ليه اصلا؟ شالوبا جون في نفسه. سكريبت والله. بنمر سكريبت كل ماتش كل موسم. نفس الخرا ونفس القرف بيتكرر. انا راضي لحد التعادل. هيكسبوا هقطع شراييني بقى. اتعادل وانا هبوس ايدي وش وظهر وراضي 100%. بس ما يكسبوش الماتش ده. ايه يا بوتش اللي انت بتعمله الخرا ده يا بوتش؟ القرف ده بيسلمهم الماتش يا جدعان. بيطلع بالمر اللي بيمشوه لعب ومنزل شالوبا يدافع. انا كنت بشكر في البوتش من شويه، لقيته عمل اخطاء كارثيه. الثلاث مهاجمين بتاعوه طلعهم كلهم. طلع ستيرلينج، طلع بالمر، طلع جاكسون، وسلم الماتش للسيتي. لو كان ضغط، لو كان كمل بنفس الاداء، ماسك الماتش اصلا وعمال يهاجم وعمال يجيب فرص، كان جاب 2-0. انما ايه ده؟ العب لمين؟ هو ساب حد يلعب له اصلا؟ بقى 5 دقايق وما زلت شايف ان السيتي يخسر نقطتين. ده بيدي ليفربول الافضليه جدا. ليفربول دلوقتي امره بايده. لو السيتي ضيع نقطتين، اذا لو السيتي فاز الماتش الجاي او تعادل في الماتشات مع ليفربول، هيبقى ليفربول المتفوق بفرق نقطه. الدقيقه 88 وايا كانت نتيجه الماتش، انا عايز اشكر لعيبه تشيلسي. قدموا مباراه ملحميه فوق الوصف، ما كانش حد متوقعها. وحابب اقول ان المدرب هو الفريق، وان المدرب لما نزل بتشكيله كويسه اللعيبه بتاعته اظهرت مدى جودتها واظهرت قادره تروح فين وقادره تعمل ايه. اول ما دخل في التشكيله وبدا يغير، بوظ الماتش كله وسلم الماتش للسيتي. فده معناه ان في مشكله واضحه في الجهاز الفني لتشيلسي، وان المدرب دوت مش مناسب اطلاقا للفريق. دي وجهه نظري. الماتش بيقول كده. التغير الرهيب في اداء اللعيبه قبل التغييرات وبعد التغييرات يقول ان المدرب ده مش كفء اطلاقا. لما نزل بتشكيله كويسه، تشكيله قد الماتش، بهدلوا السيتي على ملعبها. انما كده دقيقه 90 يا جدعان. دقيقه 90 الحكم يحسب وقت ضايع. نتيجه الماتش متعلقه على الوقت الضايع اللي هيحسبه. 3 اشارات ولا 4 اشارات؟ 4 دقايق. حلوه قوي. هيعدوا الاربع دقايق. اوه فكرني بكوره كومباني والله فكرني بكوره كومباني ماتش ليستر سيتي. عمري ما هنسى الموسم ده. فرق بين ليفربول والسيتي نقطه. 10 ماتشات السيتي كسب ال10 ماتشات كلهم، كل ماتش بسيناريو اسوأ من اللي قبله. بس عامل ماتش كبير قوي 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 قوي، مخلي جيريمي دوكو وجيريمي كوكو فعلا. لعيبه السيتي بتطلب ضربه جزاء.
14 ثانيه زياده، 14 ثانيه زياده. يا لهوي، كان هيلبس شالوبه رودري، كان هيلبس شالوبه جون في نفسه. الحكم رجع للفار يا جدعان، ممكن يحسب ضربه جزاء. هيودي ايده فين يعني؟ ضربه جزاء، ضربه جزاء للسيتي يا جدعان. الفار هيقول ضربه جزاء للسيتي. الحمد لله. انا قلت ضربه جزاء والله. انهي بقى يا حكم. 95 و15 ثانيه. بس 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 شابوه شابوه. انهي. السيتي يتعثر امام تشيلسي في مباراه ما كناش متوقعين كده اطلاقا. مباراه مع المدرب اللي ملط البوتش كان عامل اداء عالمي. تشيلسي كان هيكسب وكان هيجيب الثاني والثالث ومضيع فرص كتير. عمل تغيير للثلاث مهاجمين بتاعته سلمهم الماتش، رجعوا في الماتش. رودري يسجل هدف ممكن يتحسب على شالوبه في اخر لحظه، جالهم كوره كانت تحسب ضربه جزاء، كان هيجيبوا جون في نفسهم شالوبه تاني. ولكن الحمد لله نقطتين بيخلوني كليفربولي متفائل وفرصتي في الدوري بتزيد قوي. لو اتعادلنا في الماتشات مع السيتي اذا انا بقيت متفوق عليه كمان. دلوقتي انا اكتر من السيتي ب4 نقط، والسيتي باقي له ماتش مؤجل عني، يعني اكتر ب4 نقط وليه ماتش كمان، ممكن يخسروا عادي، ممكن يتعادلوا. فكده خلصنا رد الفعل بتاعنا، ان شاء الله تكون عجبتك. اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس واعمل لايك عشان دي وسيله انجاح الفيديو الوحيده. وبس كده يا جدعان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.